حديث الساعة. حديث الساعة. حديث الساعة. حديث الساعة. إن الآراء والأفكار الواردة في هذا البرنامج على لسان الضيوف لا تلزم إلا أصحابها، والإذاعة تقف على نفس المسافة من كل الأطراف المدعوة ولا تتحمل مواقفهم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حديث الساعة. اليوم نتحدث عن أناس يدفعون عن حقهم في الحياة. هم أناس يدافعون عن حقهم في الحياة، مشاكلهم لا ترتقي إلى توفير لقمة العيش والملبس، فهي تعد كماليات أمام حقهم في أن يكون دمهم نقي خال من الشوائب. يهددهم الموت في كل لحظة. هم أناس يدافعون عن حقهم في البقاء على قيد الحياة. مرضى القصور الكلوي من أخطر الأمراض الآخذة في الانتشار. المرض مزمن، ويبقى المريض عبدا لآلة تصفية الدم لمدة 4 ساعات يوميا ولمدة 3 حصص في الأسبوع. يبقى دائما تابعا لهذه الآلة، آلة تصفية الدم. وأعيد وأكرر، تدوم الحصة الواحدة 4 ساعات على الأقل، وهو ما يتسبب لهم في صعوبات مهنية ودراسية، إضافة إلى التكلفة الباهظة على المستوى المادي. هم أناس يجاهدون وأحيانا ينقطعون عن العمل. إذن بالنسبة لمجموعة من المستمعين يعتبر هذا الأمر طبيعي، لأنه يعني المفروض أنه يستدعي الخوض فيه كزاوية إنسانية أو توعوية تقوم على إرساء ثقافة وقائية تعتمد التحسيس وإنارة الرأي العام، وأيضا المواطنين بمخاطر عدة منها هذا المرض المزمن. أحيانا يعتبر جزء من الناس أننا سنتحدث عن التحسيس بإمكانية تطوير هذا القطاع وتجويد الخدمات الطبية، وأيضا مزيد التكوين للإطار الطبي. وأكيد هذه الخدمات أكثر من ملائمة لحاجيات المريض. لكن اليوم سنتحدث عن موضوع آخر. الموضوع هو كيف يبقى المريض على قيد الحياة بعد أن ارتفعت تكلفة الحصة الواحدة وتضاعفت. معنا في الاستوديو الضيوف اليوم هم اللي باش نستأنسوا بشهاداتهم، هم اللي باش يحكيوا لنا على هذا القطاع، واكيد هم اكثر الناس المعنيين بهذا الموضوع. معنا سي محمد جلاسي وسي بالقاسم الحمروني. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بك اختي هند. واحنا اتاحت لنا الفرصه اليوم في اذاعه صفاقس باش نهنيكم بعيد ميلاد الاذاعه، ونشكرك على الاستضافه هذه، وهذه فرصه باش نحكي لكم عن المشاكل الموجودة في القطاع هذايا واللي نعانيوا منها كمرضى. به أكيد. قلت معنا زوز ضيوف، سي محمد جلاسي وبالقاسم الحمروني. أهلا وسهلا بك. وبيك ومرحبا بك. حبيت نعرف العمر. سي بالقاسم الحمروني 43 سنة. 43 سنة. بالقاسم أنت مازلت في رعانة الشباب بصراحة، اللي يغزر لك يقول حتى أقل من 43 سنة وكأنك في العشرينات. هيك حاجة المرض واحد وكذا، ولا تقول المرض هو اللي هدني، هو اللي هد، ولا هو اللي هد الواحد. الواحد ما كان شك، فهمتني، ما الواحد كي وصل المرض هذا عمال يتيح بشوي بشوي. لكن كي نشوفك تبارك الله يظهر صغير، يعني هذاك حبيت وين نوصل. مرحبا بك بالقاسم. تعالوا نرجعوا للموضوع هذايا. وسي محمد جلاسي، اكيد انت صار لك برشا وانت عبد للآلة هذيا وتصفية الدم، وسنوات وانت تصفي في الدم. 5 سنوات. 5 سنوات هذوما
حبيت نعرف كيفاش عديتهم، وخاصه نعرف ان الناس هذوما اللي يبدو عندهم المرض المزمن هذا، يا ربي يشفيهم الناس الكل، لانه نعرف راهو العلاج هذايا راهو كيما المهدئ فقط، واحسن علاج بالنسبه للمرضى هذيا هو انه الزرع. معناها اش قالوا لك اول مره كي مرضت؟ قالوا لك قداش باش تقعد تصفي؟ قالوا لي على الاول مره برك، وبعدين انا تعكرت الحاله الصحيه نتاعي، ولا دفوا فهمت، ولا في السبيطار مرتين في السبيطار، وبعدين وقت اللي مشيت للمصحه ولا 3 فوا. حاولوا باش نتكلموا مساج بالدارجه باش الناس الكل يكتبوا. معناها 3 مرات في الاسبوع. معناها كل مريض يعمل 3 مرات ينقطع عن العمل وعن الحياه، حتى الحياه الاجتماعيه، يولي ما عادش عنده وقت، ويولي ستريسي، ويولي تعب برشا فهمت ولا. معناها تصور الوقت اللي يخرج من الحصه مثال يعمل 4 سوايع، ال4 سوايع هذوكم هو في حاله موت. معناها كما نقولوا احنا الموت البطيء معناها بالنسبه للمريض. اوصف لنا، نحبك كي انت تكون بصراحه كانسان مريض، الاله والجهاز الكلي مرتبط بجسمك لمده 4 ساعات، شنو اللي تحس في الوقت هذايا؟ بدنك كيفاش تحس بيه؟ معناها البدن يولي تعب، نعرف اللي تتعرضوا لمخاطر في الوقت هذا. هي بالنسبه لي انا كمريض، معناها هو كل انسان معناها هو البدن نتاعو طاقه التحمل لي زاباري هذوما الماكينات. بالنسبه لي انا يتيح لي التونسيون للسيات والسيس اللي نولي في غيبوبه. السكر والتونسيون يتيحوا مع بعضهم، مع الخطر معناها المرض تنجم تقول هو مرض السكري. هو اللي يضرب لي الكلاوي فهمت ولا. اون دو فوا نخرج، حتى مش حتى نخرج معناها نبدا غاديك في ديكال اللي يبداو يتفشوا، حتى لي زانفيرمي يقولوا سي هذا مات فهمت ولا. لكن الاعمار كلها بيد الخالق، ربي يفرج عليك. وان شاء الله توصل لزرع الكلى وترتاح قدرة ربي. ثم حد شيء بعيد على ربي. حتى واحد كي يخرج معناها تصور معناها التراجيه قريبه من طريق المطار حتى الاذاعه وين المساحه، نعمل 3 اسكال. ما تقولش عليه نعمل في تراجيه نتاع تمشي وترتاح، نمشي ونرتاح. علاش هو من المفروض انه فما وسائل نقل اللي هي بالنسبه لي انا. ايوه معناها مش عارف شنو هي وسيله النقل اللي يحكي عليها، ما حبش يزني فهمت ولا. معناها مول المساحه يحب ما غير ما نذكروا المساحه. لا ما نذكروش حتى مساحه. معناها شو انا نتمنى معناها كل مسؤول على الدياليز. السيد اللي مخلينه في النقابه ولا في الكنام ولا اللي هو يجي يزور المساحات ويحكي مع المريض مباشره. خاطر هو كان يشوف المريض في ال4 سوايع اللي يعانيهم فهمت ولا. معناها كي نقولوا راهو موت مش حكايه كلام. خاطر انا كيفاش نحكي لك ولا نوصف لك شنو اللي يصير لي، معناها شيء معناها مش كما نعيشه انا ولا يعيشه مريض كيفي انا. خاطر المريض معناها يدخل حتى في حاله غيبوبه فهمت ولا. وهذه تكون 3 مرات كل 3 مرات برسمة. يعني الانسان يحس روحه مربوط ما بين لحيته والموت 3 مرات. صحيح معناها نهار حي مش نهار حي. معناها كي يخرج من الدياليز يحب له 2 3 باش يرجع معناها يرتاح واحد وكليك باش يرجع لحياته الطبيعيه. الصباح لا من غدوه يعاود كيف نفس العمل وجديد. وزيد المرضى ذا يعمل هشاشه العظام، يعمل كاردياك، يعمل ينقص في السمع والنظر، ينقص في كل شيء الكل فهمت ولا. تعيش على اعصابك انت؟ بالطبيعه انا كنت انسان متخلق برشا ومتثقف وسمع تبارك الله عليك متخلق لحد الان، لكن وليت نرفو برشا عصبي وما عادش ندين معناها اكثر من 2 3 معناها تكلمني في موضوع ما تعود لي. ايوه قبل لا كي كنت صحيح نسمعك ونفهمك ونمشي معاك وكلك زيد التعب ما عادش ندين حتى باش معناها حتى اقل حاجه باش نمسها ولا نهزها ولا نتحرك وكلك. يعني تحس بتعب كامل في بدنك كامل؟ تعب مش حتى في بدني، حتى في العقليه نتاعي نحس في روحي وليت تعب ياسر ما عادش نقبل حتى شيء. وزيد لي كان معناها هما تو شافوا المريض كمريض ما يعرفش ظروفي العائليه ما يعرفش المشاكل اللي عندي. معناها هو يراني كل شيء عنده 4 سوايع ما عرفنيش البرا انا كيفاش عايش. انا نعيش 4 معناها نعيش 4 سوايع تعب ونزيد البرا تعب ونزيد نرجع تعب. وزيد فما مراقبه كليه لازمها تكون عند الطبيب اللي وانتم ماشيين. لا بالنسبه للطبيب المراقبه لازم فرمي والطبيب معناها ديما موجودين يبحثكم. ايوه فهمت. لكن كي نروح لداري مثال نروح وانا مريض نروح من المصحه مريض فهمت. 1000 مره نمشي للطبيب نمشي للرجونس نمشي للطبيب بريفي ونمشي لواحد وكل به. على كل سي محمد يقول لي خلي بالقسم يعبر اكثر. والله باش نقول لكم اكثر من هذه اللي فما تقاسيم الوجه بركه هي اللي تعبر بصراحه، لانه الناس المرضى هذوما حتى مجرد انك تنظر للوجه نتاعهم فما نوع من الاسفرار اللي هو واضح جدا على محيا الوجه وعلى الوجه وجلده الوجه ككل. الناس هذوما تعبين، تحس
تحس بيهم وتحس بتعبهم، ورغم هذيا هما يجاهدوا. المره هذيا ما همش يجاهدوا يقول لك نحب نعيش، بالعكس وفر لي اني نعمل الحصه هذيا بتكلفه بصراحة تكون مجانية، لأنه أنا هنا نقول علاش الدولة استقالت من دورها، علاش حقوق المواطن الاجتماعية والصحية اللي من المفروض أنه ياخذها مجانا، وإحنا نقولوا الصحة والتعليم، مجانية الصحة والتعليم وينهم هذوما؟ علاش ديما ولات الدولة تتذرع بمحدودية الإمكانيات وعدم قدرتها على أنها تتحمل بمفردها التكلفة هذه، وهذا هو دورها. المواطن التونسي وخاصة خلينا نقول الزوالي، لانه اذا مش الزوالي راهو كان انسان لاباس عليه تو يمشي في عوض يصفي، يمشي يزرع، يسافر البرا ويزرع، وهذا هو اللي يصير هكا ولا بالقسم. فوالا تو شكون هو اللي في شكون هو البشر ايوه والقادر باش يدفع 63 دينار فهمتني في النهار. معناتها تو اذا كان انا نصفي 3 مرات في الجمعه، ايوه تضرب 63 دينار في 3 ايام فهمتني. هذوما معناتها تقريبا دور 200,000 اضربهم في الشهر دور 800 دينار. حتى واحد ياخذ شهريه 2 ملايين ما يعملش. يا ودي لو كان جو عندي انا 63 دينار باش نحمل بالنهار نمشي نجيب كلوه نركبها لروحي. علاش انا نخدم قهوجي باهي، هذه حاجه ربي يعاون يعيشك. اذا كان انا نصفي 3 وخميس وسبت، يعني 3 وخميس وسبت ما نخدمهمش، ايوه على خاطرش باش نروح مش هون باز غاد من بيز، نمشي بالبنيه بالدزان. هذه حاجه فهمت. قداش نخدم انا في الجمعه؟ باش نخدم 4 ايام برك في الجمعه. وقداش باش تاخذ فيهم فلوس؟ وقداش باش تاخذ فيهم فلوس 4 ايام في الجمعه؟ قداش شهريتك سامحني؟ شهريتي 450 دينار. 450 يعني توفيهم في جمعه. اذا باش تخلص انت حق 3 450 دينار باش تنحي منهم انت 3 ايام اللي تنحيهم في الجمعه، ولا نخدم على 4 ايام برك في الجمعه. انا نخلص على 4 ايام برك في الجمعه، ماكش باش تخلص فيهم انت 7 ايام كاملين نتاع الجمعه، على 3 ايام الاخرين ماكش باش تخدمهم انت. خليني نقول كي تلمدهم انت هذوك الكل، كي تلمدهم الكل واحد وكذا، تنحي منهم كرا وتنحي منهم ماء وتنحي منهم ضوء وتنحي منهم مصروف صغارك. كيفاش باش نخلصوا 63 دينار في الواحد؟ هذه مش هذه اكبر مهزله شفتها في حياتي. كيفاش كنتوا قبل؟ كيفاش تقوموا بالحصص هذوما؟ تدفعوا فلوس ولا ما تدفعوش؟ قبل كنا ما ندفعوش حتى مجانيا. كنا معناتها كان الكنامي تو جانا فهمتني يعلقوا ورقه يقول لك لي بريمي جونفي. اي فهمتني في اول العام القادم. اول العام القادم معناتها الناس استقبل له العام بالفرحه والواحد كذا، واحنا نستقبلوه فهمتني معناتها اسمك ما دامك ما يجيش العام الجاي. ان شاء الله يجي، ان شاء الله تعيشوا خير. اذا كان انا باش يجي العام الجاي وباش نموت في جرته، لطف عليك، ما حشيش مين باش يجي العام الجاي. لطف عليك. بهندو سمعتوا هذم عينه من الناس اللي بالحق يقولوا لكم نحبوا نعيشوا، او يا دولة خليني نعيش، ويا حكومة خليني نعيش، يا ناس اللي تتصارع على الكراسي خليونا نعيشوا. وانتم زدتوا في كل شيء، رفعتوا في اسعار كل شيء، على الاقل اللي تاكل وتشرب. هذوما ناس ماهيش تلوج على الماكله وعلى الشراب، راهي تلوج على حقها في الحياة. الناس هذوما مش قادرين انهم يطلبوا بالحق الطبيعي لاي انسان عادي. يقول لك انا انسان نعرف روحي اللي حاسس بثقل حتى على نفسي، لاني نبدا 3 مرات وانا نصفي 4 ايام الاخرين تعب نهار بنهار. التصفيه هذه يعني نهار يصفي هو تعب جسمانيا، من غدوه بشكل البدن نتاعو يريحوا شويه، يرجع من اول السياق. هي حلقه مفرغه يدور فيها يوميا. طاحونة الحياة هذه ما عادش تهم وقد ما تهموا صحته. شوفوا الناس هذوما اللي طالبوا بأنه وفرنا مجانية أني نعالج، وحصة تصفية الدم اللي فيها العديد من المشاكل، واللي يقولوا النقابة تقول راهي بقات مجمدة بمبلغ 87 دينار من 177، لأنه بدأت تصفية الدم في تونس في السبعينات. يقول لك خويا اعطيني انا اجابه شنو نعمل، انا كمواطن تونسي شنو نعمل؟ هذه مشكلتك انت والكنام، والاتفاقيه انت والكنام، خاصه اننا نعرفوا اللي انا امس حاولت نتصل بالكنام في صفاقس، بصراحه مش حاولت، كررت المحاولات العديد من المرات، لكن ما لقيت كان البيبان المسكره. لا واحد يعطيني اجابه ولا واحد مستعد انه يكون هنا في الاستوديو باش انه يجاوبني على الموضوع هذا. لكن نحب نقول للسي يونس بالنجمه اللي ان شاء الله باش يكون معايا في 2.5 ساعة ويحكي في الموضوع، شكرا ليك مسبقا، لانه هو الناطق الرسمي بالكنام لتونس، وهو اللي باش يحكي بعد شويه يحكي لنا عن الموضوع هذا باكثر تفاصيل.
اللي عندكم في داخلكم نحبكم تحكيوا عليه، اللي عندكم في داخلكم تحبوا تخرجوه احكيوا عليه، لانه نعرف اللي تطبيق التعريفه الجديده تولي من 63 دينار الحصه الواحده هكا 150 دينار. 150 دينار 150 دينار هي 87 دينار معناها كانت تخلص فيها الكنان، تو يحبوا يرجعوها معناها 150 دينار من المصحه ياخذوا على كل سيونس. معناها نتصور اذا احنا نقولوا 10000 مريض معناها موجودين في تونس حسب الاحصائيات نتاعهم، كل واحد زيدوا 63 دينار، شوفوا احنا قداش باش تزاد ولكن نحب نقول لجماعه المصحات المسؤولين عن المصحات وان شاء الله باش يكون معنا زاد مسؤول على مصحه المصحات هنا اللي انتم تصفيوا عندهم في الدم، ما احناش باش نذكروا اسم المصحه الشهر. ايوه نقولوا احنا معناها قداش الاوغمونطاسيون تاع الدواء زادت، معناها كي تزيد انت على كل مريض قداش ارتفع التسعيره هذه نتاع الدواء. ايوه ارتفعت التسعيره هذه. أيوة. انتم المرضى هذوما معناها اش قلتوا لهم انتم في المنشور اللي هبطوه يا خويا راك باش تموت، انت اعطيته من الواحد جانفي فهمت ولا روسي، خاطر حتى مريض من المرضى اللي معناها انا نقولوا خياني اللي يصفيوا معايا لا يكسب 63 دينار باش يدفعهم في الشر مش في السيونس هذه. يعني انتم تغزروا بعين الرحمه للمرضى ولا تلوزوا على مصالح خاصه اللي يزيدوها انتم، وكل واحد يقول انا خاسر، مانيش عارف اذا انت خاسر مال المواطن ايش يعمل المريض؟ اذا مولا مصح يقول انا خاسر، المريض ايش يعمل؟ اتصور انا كان يجي السيد منهم هذا نتاع مولا مصحه ونحكي له على ظروفي تقول نداويك طول عمرك ما دامك انت حي نداويك طول عمرك بلاش. يا سيدي السيد هذا اللي باش نعلمه انا كمريض نحكي على روحي انا لا عندي انتريت ولا شيخوخه ولا منحة مرض ولا منحة سكن ولا حتى شيء، ونزيد نعلموا حاجه عندي طفله عندها متريس ومريحه ولد بالباك ومريح وطفله هجاله عندي تصور معناها خرجت داري باش نبيعها باش نعيش باهي نحبه يسمعني انا ويسمعني والي صفاقس ويسمعني المسؤول الجوي والمسؤول على الصحه يجي يحكي معي انا يشوف ظروفي انا كيفاش عايش وكيفاش نجم نتنفس مش كيفاش نعيش. مش اذا قال لك كيفاش نجم نتنفس مش كيفاش نصفي الدم ونطلب حقي في الحياه. بهسي محمد جلاسي وسي بالقاسم الحمروني مرحبا بكم، انستوني برشا اليوم في الحصه باش تبقاو موجودين معايا ان شاء الله باش يكون عندنا ضيوف مسؤولين عبر الهاتف بالطبيعه باش نشوفوا الاجابات حول المواضيع هذه، باش نتناولوا الموضوع هذا باكثر التفاصيل وان شاء الله يجاوبونا على احساسهم بكم ويحسوا بكم كناس، لانه نعرفوا احنا الانسانيه موجوده وما هيش باش تنقرض بالمره. باش نشوفوها هذه بعيده على التسعيره، بعيده على الكلام وبعيده على تعريفه الغرفه النقابيه الوطنيه لمصحات تصفيه الدم. الصراع الموجود على التعريفه هذه واللي في التالي راهو يدفع حقه كان المريض ويدفع حقه حياته. شوفوا احنا ناس نستناو في 2015 ونقولوا يا رب تجيب خيرها وباش نقولوا لبعضنا بوناني وان شاء الله عامكم مبروك. الناس هذوما تقول لك انا نستنى كما توا قال بالقاسم وكاني نستنى في موتي معناتها في 2015 جسم بالرسمي معناتها. انا كي نسمع انه 2015 مازالوا 15 يوم ماذا بيا يزيد شوي ماذا بيا يزيد شوي على الاقل باش نعيش انا اكثر نهار. اذا كان هو يجيني نهار واحد جون في 2015 ويقول لي تدفع 63 دينار انا من باش نعملها؟ يعني لا عندي ورث لا عندي شيء، يعني ثم انسان ينوض الصباح يغزر كان ربي يطلب يقول يا ربي معناتها هو الكل هو الكل. يعني البشر ما عادش عنده حتى حل اخر انه يجيك يقول لك لازمك تدفع لي 63 دينار ولا برمشي نموت. اذا البشر ما عادش عنده حتى قيمه كما قال تو بالقاسم، اذا حياته ما عادش تسوي لكم انتم كمسؤولين فكروا شويه قبل ما تجاوبونا في الموضوع هذا، فكروا شويه لانه الناس هذوما ما همش باش يتظاهروا، الناس هذوما ما همش باش يعتصموا، الناس هذوما باش يقولوا لكم بكلمه محروقه خارجه من القلب، حاسين بالوجاعه من الاعماق، هما اللي باش يقرروا حسب رايكم انتم قبل غره 2015 يا يعيشوا يا يموتوا. والاجابه عندكم انتم بعد هذا النغم. ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله. قولوا الله والصحة منيحة، ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك صيحة، احسن ما تروح صطيحة. قولوا الله والصحة منيحة، بيعدني برسمالة وهي بتمشي لحالة، اوعى تسعى
وعتندم على اللي راح وعتزعل بالمرة، خلي أيامك أفراح وحل الأيام المرة. قولوا الله والصحة منيحة، شريكة عمرك داريها وجوا بقلبك خبيها، لو روحك بدك أعطيها. قولوا الله والصحة منيحة، لو عمرك فوق المية خلي الهمة قوية وعاتزعل يا خيي. قولوا الله الحمد لله الحمد لله، جوا قلبك خبيها، لا تقولوا الله والصحة منيحة. نوصل لكم شنو صاير في الليكيب نتاعنا هنا في الاستوديو. يقولوا اقل حاجه انه الدوله والاطباء يداويوهم، والابتسامه لابد انها تكون موجوده، لكن في نفس الوقت ما يزيدوهمش في السعر، ويلزم تكون مجانيا، لانه بالحق احنا حسينا بالوجيعه نتاعهم. ظهر لي هذا الكل وصل لكم انتم زاده من خلال كلامهم، هما راهو اللي يتكلموا بكل تلقائيه. ناس مش قادره انها تمثل عليكم ولا تلبس اقنعه كما يلبسوا العديد من السياسيين، ما همش باش يلوجوا على مناصب. هذو الناس تقول لك نحب نعيش. شوف الناس هذه اللي تلوج في الحياه هذه على زاويه باش تعيش فيها، ما هيش طالبه باش زياده في الاجور، ما هيش طالبه زاده انها تاخذ منصب كبير، ام طالبه انها تعيش. اليوم الكلمه هذه نحب نعاودها العديد من المرات. ناس تقول لك نحب نعيش، نحب نحس بالحياة، نحب نحس بروحي راني إنسان كيفي كيفكم، مانيش مواطن درجة ثانية ولا درجة ثالثة. وفروا لي أقل الإمكانيات. خلينا نمشي سي محمد العربي. شبشوب. أهلا وسهلا سي محمد العربي شبشوب، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. أنت مدير مصحة، مش لازم نذكروا الاسم نتاعها باش ما نعملوش إشهار. يعيشك سي محمد العربي. عندكم كراس شروط انتم بالنسبه للناس هذوما المرضى، وعندكم طاقه استيعاب معينه. نعرف انه يعني في القانون الدولي فما 40 مريض. المقاييس الدوليه هذه تشترط انه ما يتجاوزش المركز 40 مريض، في حين انه المعمول به حاليا 90 مريض. هذا بالنسبه للضوابط المحدده في كراس الشروط التونسيه. هذا بالطبيعه يرتبط بحاجه معينه، يعني ظهر لي المساحه موضوع اخر. موضوع اخر، لكن انا باش ننطلق من الموضوع هذايا، يعني مرتبط بالمساحه نتاع المصحه وعدد الالات الموجوده هكا. اي نعم. فهمت. لا احنا خلي في بالك انه المرضى ما ناخذوهمش ديريكت من المجتمع. احنا المرضى يجونا عن طريق السبيطار. ايوه. وعن طريق ثم لجنه هي اللي مكلفه بتوزيع المرضى على المساحات، دونك هي تعرف طاقه الاستيعاب نتاعنا وتعرف قداش المساحه نتاع المساحه، هذيك امور منظمه ما عندها حتى شيء، وما عندها حتى دخل في الامور نتاع الاشكال الحالي تو نتاع 63 دينار. وانا كنت نستمع للخيال الزوز، فهمت ولا؟ انت قلت هذه فرصه باش حسيتوا بالمرضى هذوما وحسيتوا بالالام نتاعهم. انا نقول لك المرضى هذوما نعيشوا معاهم ليل ونهار، راهو يوميا اكيد تحسوا بالامهم كل يوم. واكيد نعرفوا الخلفيات نتاعهم، معناتها امورهم النفسيه، امورهم الماديه، امورهم العائليه، ساعات حتى حاجه انتيم، معناتها حاجه نتاع يحكيوا لنا ويبيحوا لنا بالاسرار نتاعهم هذوما. الموضوع نرجع للموضوع هذه. سامحني بسي محمد، سي محمد العربي، اذا انتم تحسوا بهم كما قلت وتعيشوا تفاصيل حياتهم، يحكيوا لكم حتى اسرارهم، يحكيوا لكم حتى همومهم، انتم الناس اللي قادرين باش يقفوا معاهم في الفتره هذه، خاصه تعرفوا الحال ايش معناتها المواطن التونسي حتى اذا ما عندوش مشاكل، كيفاش قادر انه 63 دينار يدفعهم في كل حصه. 63 دينار شوفوا انتم اضربوهم في ثلاثه في كل اسبوع فوق ال 180. ظهر لي كيفاش قادر اي مواطن تونسي حتى لو كان شهر ولابس عليه ويخدم، حتى لو كان شهريته زوز ملايين صح، كيفاش قادر؟ ما يقدرش. شنو عملتوا انتم كاصحاب المساحات؟ شنو قمتوا به كدور ليكم انتم وكدور انساني قبل ما يكون دور طبي؟ لاني انا ديما نقول الاطباء هما معناتها احنا ملائكه الرحمه، نقولوا هما الناس هذوما اللي يحسوا بالمريض، واللي من المفروض انهم زاده حتى هما يكونوا دعم وسند للمريض.
احنا الانسان العلاقات بين الطبيب والمريض ولا بين الاعوان الصحيين فهمت ولا والمريض، وانا مش يتكلم عليهم يقول فهمت لا عطيت ولا عملت ولا عملت، نو هذاك امور شخصيه. تبقى فهمت ولا مهما مريض قاعد نوفروا له ظروف علاج دون لي نورم معناتها حسب كراس الشروط نتاع وزاره الصحه. التصفيه في الجمهوريه التونسيه فهمت ولا ترتقي الى احسن التصفيات نجم نقول لك في العالم العربي. تبقى فهمت ولا اسم السبب انا ما نخبيش عليك. ايوه الوقت اللي جاتني الورقه هذه البلاغ اكيد عندك نسخه منها. عندي نسخه منه. ايوه صدقني اسبوع كامل وما نجمش نوريها للمرضى، حاشم على روحي خاطر نعرف باش نطلبوا دينار في الحصه زياده مشكله ما ينجمش يوفروا لي مش 63 دينار. لكن الله غالب وقت لا كما نقولها وقفه النفقه للهارب. الحل عند شكون يا سي محمد؟ كل شيء غلا. لا كل شيء غلا يا خويا، كل شيء غلا اما صحه الانسان ما تغليش بصراحه. اذا العلاج تحول الى تجاره وقتها نقولوا على الدنيا السلام. سامحني لا مش تجاره. علاش من عام 77 وهي التعريفه هذه مجمده؟ مظهر لنا كان احنا في عام 2015 نبداو العام بصدمه للمرضى هذوما ونقولوا لهم راهو زيدوا 63 دينار في كل حصه. انا ما جيتهمش نهار واحد جنبي قلت لهم يا تعطيني 63 يا ما ندخلكش. انا فهمت ولا لكن باش تجي يا سي محمد شبشوب باش تجي نهار وتقول لهم لانه هذه التعريفه راه وردت في بلاغ التعريفه هذه الارتفاع المتواصل لاسعار جميع مستلزمات وضروريات تصفيه الدم. المقدمه هذيك الغراء اللي كاتبين بها البلاغ هذه نظرا للارتفاع المتواصل لاسعار جميع مستلزمات وضروريات تصفيه الدم، وكانه احنا هذا الكل ما نعرفوش، مع انه تعريفه حصه تصفيه الدم بقيت مجمده بمبلغ 787 دينار من ماي 77 وحسبوها 37 سنة ونصف. قالوا زيد نظرا للصمت المطبق للصندوق الوطني للتأمين على المرض وتو بعد ناخذوا شكون هذا هو بيتقصي. ايوه شنو الصمت هذيا؟ وين ظهر الصمت المطبق للصندوق الوطني للتأمين على المرض؟ ترى عندنا 8 سنين واحنا نتناقشوا معهم يوصلوا يقتنعوا بالطلبات نتاعنا وبعدين يوقفوا على المفاوضات. شنو ما الطلبات نتاعكم؟ اللي كان يتفاوض معنا ويجيب واحد اخر بعد 6 شهور حتى يفهم هو فهمتوا الموضوع. هذه توا 6-7 سنين. هذا دراسه اللي احنا قابلين بالنتيجه اللي توصلت لها الصلاة العمومية. باهي يا سي محمد، قداش يتكلف عليكم المريض إذا احنا قارنا اللي هو راهو كل مرة وكل عام يقوم بتصفية الدم كما كان عام ناول كما كان ولد عام ناول نفس الشيء؟ شنو اللي زاد؟ شنو اللي زاد عليكم وخليكم انتم توصلوا التعريفة هذه ل 150 دينار وكل حصة يعطي من جيبه 63 دينار الحصة الواحدة؟ نسمي لك لا عام 77 الفرم اللي كان يخلص 150 دينار في الشهر، هو الفرم اللي فهمتوا لا زايد باش نقول قداش فهمتوا لا يعرفوا روحهم قداش يخلص. وهذه داخله في خدماته وهو زاد ياخذ خدمات. والله بالحق يا سي محمد خليني في النقطه هذه. ساعات قالك هي تخرج حتى كوميديا سوداء، ضحكه من الوجيعه مش من راهم السعاده. اذا قلت انا من البدايه راهو من ملائكه الرحمه يجي يقول راهو هذا الانسان يصفي في الدم خلي يزيدني حتى انا في شهريتي انا وراهي الشهريه ارتفعت نتاع الفرم اللي عاد وقتها نحسبوها انه الانسان ما عادش يعيش في البلاد هذه بالطريقه هذه، ما عادش عنده حق في انه يعيش. الفرم اللي ما عندوش حق باش يعيش يعيش ياخذ في شهريته. عندنا مشكله مع الفرامل اللي يحبوا يخاطروا المساحات التصفيه على خاطر ما احناش قاعدين نزيدوا كما يزيدوا المساحات العموميه. يتاخذوها من المريض انتم الزياده في شهريه الفرملي ناخذوها من قلب المريض الزويلي اللي نحن نعرفوه. 87 دينار اللي يعطيهم لنا على الحصه، 87 دينار هيك ناخذوها على الحصه، فيها المواد الطبيه وفيها الانتروتيان تاع الماكينات وفيها فهمتوا الموظف وفيها خلاص البيرسونيل نتاعنا وفيها خلاص الاداءات على البيرسونيل نتاعنا. هذا كل فهمتوا لا معناتها الحاكم ما يستعرف لنا كان بكى 87 دينار وهذا لي. وتكلمتوا انتم والنقابه الوطنيه لمصحات تصفيه الدم. ايوه بديت لك فهمتوا لا بالواحد الثوم نتاع السالير نتاع البيرسونيل. ايوه نمشي لك للمعدات اللي نستعملوا فيها. معدات كلها مستورده يا لله.
والله هي مستعده، سامحني، مستورده، لكنها هي قائمه في حد ذاتها، راهي مكسب عندكم انتم. معناتها اذا صفى واحد من غدوه باش يجي يصفي ثاني، شنو اللي باش يتزاد عليها؟ ولا تاخذوا زاد حق الصيانه نتاعها؟ يا سي محمد راهو ساعات بالحق فما حاجات ما يقبلهاش الدماغ، هي موجوده، انت الاله عندك انت. اذا تقول لي ارتفاع متواصل الاسعار وجميع المستلزمات، اذا فما زراقه نفهمها. اسمعني زاد نفسر لك. هما تو المرضى بحذاك تو يفسروا لك ثم حوايج جتابل تستعملهم للمريض ويتلوح. فهمتي شنو بالقسم شنو اللي جتابل هذوما اللي يستعملوهم ترى؟ باهي سامحني سي محمد، خلينا نسمع من المريض. بالنسبه للجتابل هما ثم الكابل معناتها دقيقه يا سي محمد، سي محمد خلينا نسمع من بالقسم شنو هي الجتابل اللي تستعملوهم انتم؟ الجتابل اللي يتلوحوا يعني الخيط الديريت اللي يركب في البدن اللي التيور باش يصفي به. ايوه واحد يعدي الدم والاخر يرجع، فهمت؟ هذوك يتلوحوا. والكرتوشه اللي تصفي، الكرتوشه اللي تصفي به. اعطيني الاجابه من عندك سي محمد. تو احنا قلنا شهريه الفرملي، وقلنا هذه المستلزمات الموجوده، المعدات الطبيه هي اغلى حاجه راهي على خاطر مستورده. انت استوردتها يا سي محمد، انت والمساحات الاخرين استوردتها وربحتها، انت كما اكسب عندك موجود راس مال يدخلك في فلوس. باهي انا باش ندخلوا من صحه المواطن. باهي هذوما الجتابل وفهمتهم. باهي شو حاجه اخرى انتم طلباتكم؟ هو بيدو الماكينه هي بيدها مش تصفي للناس الكل، تصفي اليوم واحد غدوه حيصفي واحد اخر. الماكينه هي بيدها. قداش عندك من ماكينه انت في المساحه؟ عندي 14 ماكينه. 14 ماكينه. وقداش عندك من مريض يجيك؟ عندي 38 مريض. 38 مريض. باهي على كل هذه اذا طلبتكم كانت ايوه لا نستهلك الماء بصفه كبيره ياسر. معناتها الحصه للمريض يستهلك 400 لتر ماء صافيه. ما توصل ماء صافي الا ما تتعدى على الات بتاع تصفيه. قد هي فهمتي ولا يتبزع معناتها يمشي فهمتي ولا باش نتحصلوا على ماء صافي اللي ماشي يغسل الدم نتاع المريض. الضوء الاسوام نتاعو فهمتي ولا نستهلكوا فهمتي ولا شيء كبير في الماكينات هذه تخدم بالضوء الكورون بس. يعني نعرف بالنسبة للضوء بالنسبة للمؤسسات والشركات والمساحات وغيرها اللي هي تستهلك برشا ضوء، عندهم تسعيرة خاصة بهم. أنا حسب الملف اللي عملته عاملين نقصوا لكم في التسعيرة هذه. ما عندنا حتى تسعيره خاصه، بالعكس يستعملوا معنا التسعيره القصوى اغلى حاجه. خليني نقول لك انا سي محمد شكرا ليك لانك انت قدمت لي توا الصراحه. سامحني لله اسمك تكون فاهمه بالضبط. انا فاهمه اما بصراحه فاهمه انه بصراحه وكاني نقرا في منيو نتاع ريستوران فيه الماء قداش وفيه المعدات الطبيه اللي هي قاعده فيكس قداش وفيها السالير قداش. ما لي بارين او يعرفوا هما فهمتوا ولا السوم نتاعو كان فهمتوا ولا 1800 ودينارين ولا ب 65 دينار. اسوام راهو جنونيه. شكرا لك سي محمد. خذينا منك اذا التسعيره جديده كيفاش باش تكون وكيفاش باش يكون تقسيمها. تحيه ليك لانك صاحب مساحه وديما صاحب المساحه يفكر في راس المال وفي الربح. هذه هنا وين نقولوا العلاج تحول الى تجاره، وصحه المواطن ما عادش مهمه جدا بالنسبه لي، هو قد مهم عنده هو المداخيل قداش باش يدخل في جيبه. راهو يستخسر في 400 لتر ماء يوميا يعقم فيها، والسالير زاد نتاع لي زانفيرميي زاد راهو قاعد يتزاد. معناتها شوفك السعر الخيالي، ثم معدات طبيه غيرها، ثم حاجات بصراحه كي نسمعها نقول المقدمه اللي تقالت لي بصراحه ضاع معناها. المقدمه اللي دخل بها سي محمد في البدايه وقال لي نعرفوهم ولاصقين بيهم ونعرفوا مشاكلهم، ومن بعد يعدد لي المنيو هذايا كامل وكاني داخله الريستوران 5 إيطوال. وقتها نقول غريبه. اعطيني الازهر التليفون الثاني تقول لي معاك تقني سامي هكا. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا. الو عسلامه. اهلا وسهلا. شكون معايا؟ ام محمد. مرحبا بيك ام محمد. صدقني انا مرضت مصباح ملي سمعت القرار هذايا مصباح. انا مرضت
علاش ام محمد؟ انا دموعي شدتهم بالسيف. من حقك تمرض بصراحه من غير ما نقول لك علاش. عندي 3 في العائله يصفوا. كيفاش؟ الو كيفاش وقتها تدخل في اطار المديونيه كما الدوله نتاعنا كي ساعات تعمل المديونيه باش التوانسه تعيش، ظهر لي انت باش تعيش زاده العائله اللي موجوده عندك تدخل في اطار المديونيه، وهذا هو المخجل جدا صراحه واللي عايشينه احنا. معناتها الدوله تقول لهم يا عباد موتوا. معناتها لطف عليهم. كلمه يعني تقول لهم يا عباد موتوا ما عاد حسنا بكم يعني عفوا بالنسبه للمكالمه اللي كنت موجوده معايا ظهر لي شكون قلقها بعدها فلتت اعصابها وقالت بعض الكلمات اللي ما يصحش انها تتقال لا في الدنيا ولا على المباشر. ناخذ معايا الاتصال الهاتفي الثاني. انا بصراحه وليت نعذر رغم الكلمات هذه منافيه للاخلاق انها تتقال في المباشر، لكن ساعات تقول الانسان هو خرج من اعصابه ما عادش قادر حتى ان يتحكم في كلماته. معايا اتصال هاتفي وعندها 3 من الناس اللي هما يصفيوا. عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. الازهر لو سمحت يونس بن نجمه يعيشك نطلبوه. ايوه اهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضل. انا في المباشره. انت في المباشر، تفضل خويا. بارك الله. اولا نحب نحيي شجاعه محمد الجلاصي في بالقاسم الحمروني. يعيشك. ونقول لهم اللي راهو الاطار الشبه الطبي اللي في المصحه اللي صافي فيها هما، انا واحد منهم وعاذرهم وحاسس بهم 100%. وحتى التدخل نتاع الدكتور معناها راهو ايجابي 100%. اما معناها صراحه معناها قرار كيف هذايا معناها صعيب برشا. صعيب معناها تاخذوه على خاطر ثم تجاهل كبير من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. وصدقني يا مدام راهو معناها هما مطالبهم مشروعه، لكن نحب نقول لك انا كاطار معناها شبه طبي انا حتى انا راني منسي ضربه واحده. انا كنت نجم نضرب كما ضربت القطاعات الاخرى الكل، فهمت؟ اما انا ما حبيتش نضرب على خاطر امور انسانيه. باهي سامحني انت قلت في عنايه معناها. باهي سامحني انت قلت انا تقني سامي في تصفيه الدم. في تصفيه الدم، وقلت كنت نجم نضرب. عليك كنت باش تنجم تضرب؟ نضرب على خاطر شهريه عندنا زوج اتفاقيات نتاع زياده في الاجور ما حبوش يمضيوا عليهم المدير المصحات هذوما. أيوة. لنفس السبب اللي هو حق الحصه اللي قعد في 89 دينار ما حبوش يسبوه. الله سامحني يا مدام، معناها كل حاجه حتى في طريقها، معناها حق العامل في طريقه وحق الحصه في حاجه اخرى معناها. فهمتي؟ مش تخليني كي الكره بين الساقين. انا راني مواطن وعندي مشاغل وعندي مشاكل وعندي عائله. أيوة. اذا انت تربط لي مصيري بمصير حق الحصه ما هوش مقبول. كما توا معناها ربطوا مصير المرضى بحق الحصه. ما هوش معقول. هي البرشا. انا اللي فهمته من التدخل نتاعك انك تقول نجم نضرب، لكن انا زيدني في الشهريه ما غير ما تربطني. لا سامحني خلي نلخص. يعطيك الصحه. انا نجم حتى انا نمرض ونولي نرقد كيفو 4 ساعات على الفرش. عندك الحق ولطف عليك وان شاء الله ربي يفرج عليهم. لكن انا نحب نوصل نكمل اللخص اللي قلته انت، لانه معنا يونس بن نجمه الناطق الرسمي الكنام موجود معنا على الخط الهاتفي. انت قلت انا ما نضربش على خاطر حاسس بهم، ما نحبش زاده يربطوا زياده في شهريتي بهم هما بزياده في الحصه نتاعهم. وهذايا بصراحه اللي نثمنوا اليوم من خلال الاتصال الهاتفي هذايا. يقول الموظف هذا جردوا الموضوع، كل موضوع على جهه ما غير ما نربطوه باش ان نزيدوا في السعر الحصه الوحيده لتصفيه الدم. شكرا لك، يعطيك الصحه، الى اللقاء. فما اتصالات هاتفيه يعيشك ومرحبا بك. معايا يونس بن نجمه ويسامحوني المستمعين يبقاو في الانتظار، لانه مهم جدا انه يونس بن نجمه يكون حاضر معنا اليوم. هو ناطق رسمي باسم الكنام، وهو بصراحه الشخص الوحيد اللي ابدا استعداده بكل ترحاب. وشكرا ليه مسبقا قبل ما يتحدث في اي كلام. شكرا ليه لانه اليوم هو الوحيد اللي تكلم. الكلام نتاع صفاقس ما حبش يتكلم، ما حبوش يتدخلوا في الموضوع، وهو اللي قال انا مستعد. مرحبا بك يونس، اهلا وسهلا ونورتني برشا. وبيك يعيشك، وتحيه لكافه المستمعين وكافه ضيوفك. يعيشك. مرحبا في اي وقت. الله يخليك سيونس. انت كما سمعت توا ربما ما كنتش حاضر معنا لانه الاتصال من تونس، لكن هات نحكي لك بالضبط لتصفيه الدم والتعريفه هذه اللي باش تزاد. وتعرف انت هذه في غره جانفي 2015 باش يستهلوا العام هذايا بانهم كل حصه لتصفيه الدم باش يزيدوا 63 دينار للحصه الواحده. فما بحذيه قهوجي وبحذيه
هذايا انسان ما يخدمش بالبرة معناتها بطال وظروفه العائليه، هذوما عينه صغيره من الناس اللي تصفي في الدم، من الناس المرضى واللي بالفعل ولا هاجسهم انهم يعيشوا. يقول لك يا خويا انا نحب نكون على قيد الحياه، اضمني انت اني نعيش لاباس واني تعطيني مجانيه الصحه كما احنا قبل نقولوا مجانيه التعليم والصحه وغيرها. علاش قبل كنا نصفيو مجانا ومن بعد نوليو احنا في كل حصه نزيدوا من جيبنا 63 دينار؟ منين باش نجيبوا الفلوس؟ اولا علاش العلاج تحول الى تجاره والانسان ولاو يتاجروا به؟ النقطه الثالثه يقول لك هذا من المساحات يحسبوها بالورقه والستيل، وانا تو كنت نحكي مع صاحب مساحه يقول لي على 400 لتر ماء يخسروها على المريض وعلى السالير نتاع ليزان فيرمي وعلى المعدات الطبيه وحاسيل، والقائمه طويله برشا. وين حق المريض وشكون يعطيه حق؟ لانه فما لجنه فنيه وقع احداثها صلب وزاره الصحه، الكنام عضو فيها ووزاره الاشراف ووزاره الشؤون الاجتماعيه. اللجنه هذه باش تدرس كل المسائل المتعلقه بالقطاع بما فيهم التعريفه. ايوه بما فيهم التعريف. اللجنه هذه ما زالت تخدم. اللجنه هذه باش تحدد التعريف اللي شيخ عليها الاتفاق باش يطبقها الكنام قاعده توا تخلص في المساحات هذم على حسب ما جاري به العمل القديم. قداش تخلص الكنام؟ نقولوا راهو حصه تصفيه الدم هي ضروره حياتيه للمريض، ما تحتملش التأجيل وما تحتملش حتى معناها المساومه. حين الزياده في التعريفه ولا المفاوضات ولا راهو ما تنجم تاخذ وقت وتنجم تستنى. احنا المفاوضات على جهه، المشاورات على جهه، الدراسه على جهه، لكن صحه المريض يتمها ما تتنسش. هذا موقف الكلام، لانه الغرفه وقت خذت القرار هذا ما رعتش فيه. اولا ما رعتش فيه، هي منخرطه في مسار تفاوضي، في مسار في ممثله في لجنه. اللجنه هذه قاعده تتفاوض، قاعده تقوم بالدراسات اللازمه باش تحدد الكلفه الحقيقيه لحصه العلاج. والكلفه هذه الكلفه الحقيقيه قديش؟ سامحني لو كان عندك فكره سي يونس، قديش الكلفه الحقيقيه بالنسبه للحصه الواحده لتصفيه الدم؟ هي الحصه المعتمده من قبل ما يقع احداث الكنام، واللي معناها اللي كانت تخلص فيها سي ان اس اس وتخلص فيها سي ان ار بي اس وخذت عليها الكنام هي 89 دينار للحصه. ايوه. جات الغرفه النقابيه قالت لا 89 دينار انا توا ما عادش تتماشى ومع الغلاء ومع يلزم باش نعدلها ونرجعها 150. واذا كان ما وافقتونيش انتم على 150 دينار راني مش نحمل الفارق على المضمون الاجتماعي. سي يونس ابقى معايا يا سي يونس، ابقى معايا باش نواصلوا في الموضوع بعد ما نرفعوا ان شاء الله صوت الحق من اذاعه صفاقس، نعود ونواصل المشوار. شكرا. و51 دقيقه. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. ساعتين و54 دقيقة. تحية لكم المستمعين اللي تابعوا فيا عبر أمواج إذاعة صفاقس. احنا اليوم في الشهر يعني وصلنا لتاريخ معين. التاريخ هذا مازال كما نقولوا أيامات ونوصلوا لعام جديد. عام جديد اللي هو إن شاء الله يكون عام المسرة والفرحة للناس الكل، لكن بالنسبة لبعض الناس العام جديد وخاصة النهار الأول فيه يعتبر مشكل كبير، لأنهم باش يخرجوا من جيبهم في كل حصة 63 دينار للحصة الواحدة باش يدفعوا باش انهم يعيشوا، باش انهم يقدروا انهم يبقاو على قيد الحياة. الناس هذوما اللي موجودين معايا في الاستوديو نجدد التحية ليهم هما، ونقول ان شاء الله ربي يمدكم بالقوة وان شاء الله. اذا القرار هذايا بعد مناقشته كما كان يقول لي سي يونس بن جمعة، قال لي فما مناقشة للموضوع هذايا والمسألة هذيا قاعدة تدرس من طرف لجنة في الكنام. سي يونس بن نجمة ان شاء الله في الاخير نوصلوا ان المواطن هذا اللي بحذايا سي بالقاسم ولا سي محمد جلاسي واللي هما عينة صغيرة على الناس وعلى المرضى البرة ياخذوا حقهم بالكامل، وفي نفس الوقت ياخذوا حقهم في العيش وفي الدواء، وفي نفس الوقت ما يدفعوش من جيبهم باش يعيشوا. سي يونس مرحبا مرة أخرى. بيك يعيشك. هو حبيت التوضيح أنه اللجنة موجودة هي صلب وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، وإحنا اليوم في الكلام استقبلنا جمعية تونسية لمرضى الكلى، وكانوا جاوا الحقيقة قبلتهم السيد الرئيس المدير العام وفريق من الإدارة المركزية، عبروا الحقيقة معناها الجمعية أعضاء الجمعية عبروا على الاستغراب نتاعهم من مثل القرار هذا يمس صحة المرضى. هذا في هذه الجمعية هذه اللي مرضى قصور الكلى هي قامت اليوم بإضراب في العشرة متاع الصباح حتى منتصف النهار، ونددت قامت بوقفة احتجاجية ونددت بمثل هذه الممارسات اللي يعتبروها هما لا إنسانية، وقالوا يا خويا درسوا لنا الموضوع من أول وجديد، وين دور الدولة؟ هكا يقولوا لي وين دور الدولة؟ الدولة اللي هي المرة هذه فيش ممثلة، نقول ممثلة في الكنام، ممثلة في وزارة الصحة اللي تقول اللي راهو الموضوع هذا ما يهمهاش بعد ما اتصلت بيهم، ممثله في وزاره الشؤون الاجتماعيه. اعطوني في شكون ممثله بالضبط؟ الجمعيه كما قلت لك معناها جاء، والحقيقه معناها ثم جمله من المطالب هو معناها عبروا حتى فما على الخدمات، هذا مستوى الخدمات اللي قاعده تقدم فيها اغلب المساحات هي معناها خدمات وسواها بالخدمات المدنيه، معناها ما فما خدمات اللي هو الحقيقه معناها كيقارنوا روحهم بالخدمات اللي تقدم في مساحات الضمان الاجتماعي بالخدمات في المساحات الخاصه يلقاو فما فارق كبير، اضافه الى انهم ولاو عرضه للتهديد بقطع بحرمانهم من حق العلاج، كان ما يدفعوش الفارق هذا اللي هو 63 دينار في الحصه. والصندوق عهد انه بيرفع جمله المشاغل هذه للاطراف المعنيه
الاطراف المعنيه معناها كوزاره الاشراف وزاره الصحه باش اولا نضمنوا حق العلاج، تواصل العلاج المضمون الاجتماعي مع مراعاه لامكانياته، وانه الاتفاقيه الخاصه واللجنه الفنيه اللي قاعده المحتة في الغرض في وزاره الصحه واللي ما زالت تشتغل نخلوا لها الوقت باش تحدد الكلفه الحقيقيه لحصه العلاج، والكلفه هذيك اذا كان تقع الموافقه عليها راهو الصندوق باش يطبقها آليا. اما صحه المواطن تبقى فوق كل شيء. به سيونس معناتها نجم نقول انا في الاخير تجم نرجعوا لنقطه انه يرجع كما كان مجانيه انه يقوم بالحصه هذه، ولا لازم يزيد من جيبه؟ لا هو ما فهمناش، هو ما صارش بالنسبه لوزاره الاشراف ولا وزاره الصحه ولا الاقنام حدوا تعريفه للحصه هذه. التعريفه كما قلت لك المعمول بها هي للتعريفه القديمه، التعريفه الموجوده، وحتى هو فما تعرف انه بالنسبه للصندوق يتعامل مع مدير الخدمات الصحيه بمقتضى اتفاقيات قطاعيه. خليني نقول لك سي يونس، هالقطاع هذا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل، بما انه كلامك شيق جدا. خلي جماعه الموجز نقولوا احنا زملائنا في الاخبار يدخلوا يقولوا الموجز نتاعهم، وبعد نرجعوا نكملوا الحديث، لانه الحديث ذو شجون معاك ومازلنا عندنا ما نساله. حتى بالنسبه للمواطن العادي، المريض العادي اللي يقول لك تجاوز السقف في العلاج، كيفاش باش نقسم انا حتى باش ندفع؟ هذا مش 2015 باش يكون حافل بالمسرات، باش يكون حافل بدفوعات ان شاء الله. نرجع لك بعد شويه ان شاء الله. مرحبا بك. عندنا معكم اليوم في موضوع خاص بالكنام، خاص بالدفوعات، وخاص خاصة بتصفية الدم وحصة تصفية الدم اللي قالوا الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم راهي بقات مجمدة من عام 77 87 دينار، فما اللي يقول 89 دينار. علاش ما نغيروش التسعيرة هذه وتولي 150 دينار و63 دينار الحصة الواحدة؟ التكلفة هذه يتحملها المريض. هذا هو موضوعنا الأصلي والأساسي، لاجي نبت بها مواضيع فرعية إن شاء الله باش نتناولوها توا مع سيونس بن نجمة، ناطق رسمي على الكلام. أهلا وسهلا بكم. مرحبا سيونس. يعيشك. مرحبا بك. خليني نجدد التحية لك أنت ونقول بصراحة شكرا وشكر كبير على رحابة صدرك وعلى أنك تقبلت مني كل الأسئلة. سيونس، احنا توا حتى وقت كنا لبرا نحكيو في الكواليس، الخلاصة نحبوا نطمنوا المرضى اللي موجودين معايا واللي هم عينة صغيرة ويمثلوا برشا مرضى موجودين في تونس. شنو نقولوا لهم في التالي كما قالوا هما؟ يا أخي في الأخير باش ندفعوا ولا ما ندفعوش؟ زعما هي اللجنة اللي باش تحكي وباش تدرس الموضوع باش تقول لنا ادفعوا راهو حتى دينار يهز فينا وينفض كما نقولوا بالدارجه. تفضل، تحب تقول لهم انت؟ انا نحب نقول لهم كما قلت في السابق اللي الصندوق راهو تعهد باش المطالب نتاعهم والمشاغل نتاعهم راهو باش يصحها للجميع الاطراف المعنيه، وان شاء الله يتوجد حل قبل 31 ديسمبر 2014. الله يخليك. يا سيونس، خليني نقول لك قديش الوجوه تفرهدت والابتسامه بالقاسم اللي كان قبل بشويه يقول انا كيفاش باش نعيش، بالحق فما ضحكه خرجت من القلب بالقاسم. لا بالطبيعه اذا كان الواحد يلقى حل ويلقى حاجه يسمحها تفرهدوا باش يتفرهد. اما اذا كان باش يجيني يهبط علي انا اعتبارة نكون ماشي في الطريق وواحد هبط علي سطل ولا حاجه من فوق، ما عادش عندي حتى بوسيبيليتي باش نتحرك، يقول لي ادفع 63 دينار في الحصه. ان شاء الله ما تدفعوهاش ان شاء الله، ماذا بيا ما ندفعهاش ان شاء الله. انا حتى دينار ما نجوش ندفع. عندك الحق. انا اختي هند نتمنى باش كل مسؤول معناها يكون تابع الكنام ولا تابع جماعه الدياليز يعمل كل مره فهمت ولا اطلع على المساحات هذه ويحكي مع المريض مباشر. راهو يحكي معنا نحسه براحه نفسانيه معناها ونحسه بحاجه، ما نلقاوش كل يسمعنا. راهو شو اذا تسمعني ما تطبقش اللي نقول لك عليه ولا ما تنفذوش عباره شيء مع منه. اسمعني وراني كيفاش عايش، فهمت ولا؟ راهي الابتسامه منهم هم ولا الضحكه ولا الكلمه الطيبه تزيد في تهز المعنويات، تهز معنوياتنا. وان شاء الله ربي من عنده يزيدكم في العمر نتاعكم. سيونس بالنجمه، فما اسئله قالوا هي للمواطنين والايامات هذوما هي الهاجس ليهم بالنسبه لتجاوز السقف في العلاج، فما اللي ب 800 فما بمليون فما اللي اكثر. اللي خرج من الكنام كقرار انه راهو اللي تبع للمنظومه منظومه العلاج طبيب العائله يولي كعقوبه ليه يمشي للصحه العموميه. الموضوع هذا ما مدى صحته؟ لا احنا عمرنا ولا كانت الغايه نتاعنا انه باش نعاقبوا المسؤولين الاجتماعيين، بالعكس
احنا باش نوفروا لهم الظروف العلاج اللي تتماشى مع امكانياتهم، وبالعكس نوفروا تغطيه صحيه ان شاء الله معناها نقدروا انها اللي تكفل به الكلام يغطي جميع المصاريف الصحيه. لكن هذه امكانيات، لكن احنا الاجراء اللي قمنا به ايوه معناها ماهوش الساعه الاجراء هذا. كنت انه في سبتمبر 2014 خرجنا في الجرايد بلاغ قلنا راهو مش يقع استبدال بطاقات الافراد الاول هذيك بطاقات جديده، هي البطاقه الحمراء اللي تبدا الفاعليه نتاعها من اول جانفي 2015. علاش احنا مش نبدل البطاقات؟ لان الحقيقه لقينا فما ناس اللي عندهم 2 و3 بطاقات. أيوة. فما ناس اللي في معناها اول الحق معناها افراد العائله المسجلين معاهم ياخذوا الحق للانتفاع بالعلاج. مثلا البنيه كبرت مثلا ولات طالبه، ايوه عاش مقيده مع ابوها ولات معناها تخرج الكارته وحدها، اللي عرس وخرج معاش في كفاله ابوه، اللي كان ما يخدمش ولا يخدم، هذاك كيف. احنا قلنا احنا قاعدين نحضروا في فتره نحضروا في قاعه بيانات نحبوها تكون صحيحه باش نعتمدوها للبطاقه العلاج المغناطيسيه باش تحل المشكل بصفه نهائيه فيما يخص المشكل تجاوز السقف السنوي للعلاج. تجاوز السقف هذه السنوي في العلاج، اذا انا مثلا تجاوزت بمليون و200 نقولوا كيفاش باش نقسمهم انا وانا في اخر العام؟ احنا قلنا هذه زاد كيف هي مناسبه باش ما يخش المواطن في كل مره ماشي جاي. احنا زاد بالنسبه للناس اللي ما عندهم تجاوز مبالغ تجاوز سقف سنوي العلاج، اولا نقولوا لهم اطلبوا كشوفات باش تثبت وقت المبالغ اللي تمت فوترتها على حسابكم صحيحه ولا ما صحيحه. ايوه لا ياخذ الكلام هذا صحه ولا ما صحيحه. ايوه لانه فما ناس عندهم امراض مزمنه وفما دوايات وقع احتسابها خطا على الامراض العاديه، والخطا وارد تستاهل حتى السقف السنوي نتاعهم ولا جوزته. فما كذلك وعندنا هذه الملفات مثابته لقينا فما شبهات فساد. فما ناس يقول لك ان فما خدمات ما انتفعتش بها، هذا مسجلين علي لكن انا ما انتفعتش بيه. ايوه احنا هذيك تحل الباب باش تاخذ تحقيق فيها وباش نثبت. بعد ما يتحدد المبلغ النهائي يقولوا للمواطن راهو الاختيار اللي عندك، انت تنجم اذا كان في امكانك باش تخلص الدين هذاك تفضل خلص، اذا كان ما تنجمش اعمل جدول للدين هذاك وكاو. قديش مثلا؟ جدول ما تسمح به الامكانيات نتاعو. انا مانيش نفرض عليه مبلغ معين نقول له قداش تقدر. وفي الاخير احنا وقت يجيو المواطنين ويحكيوا معنا ونفهموهم ونقولوا لهم راهو هذوكم الفلوس هذوكم اللي بس هذاك راهو بالنسبه للكلام الدين هذاك القانون يفرض عليها باش تسترجعوا، يلزمها باش تسترجعوا. يعني نقصتوه ويسترجعوا الكنام عن طريق انه المواطن يدفع كل شهر مثلا كما نقولوا 20 ولا 30 ولا 50 دينار، ما يثقلش على شهريته وفي نفس الوقت يقوم باداء واجبه بما انه هو تمتع ب في الاخر الاموال هذه هي باش تصلح اولا باش تسد حاجيات انسان مريض واحد اخر وباش تمكن حتى معناها الناس كلها الطالب باش يقع تحسين حتى اولا السقف هذاك السقف السنوي العلاج تحسنوا باش ترفع فيه. اذا كان ما عندكش امكانيات كيفاش باش ترفع فيه؟ القائمه نتاع الامراض المزمنه لحد 20 تبدا عندي الامكانيات نجم نوسع القائمه هذيك. ايوه العمليات الجراحيه اللي معناها على القطاع الخاص واللي هي محدده، اذا كان عندك الامكانيات كيف تنجم توسعها. الامكانيات الماديه الكنام تنجم تقدم خدمات احسن وخير. ولو في الاخر معناها الخدمات هذيك ما موجهه لحد، موجهه لك المواطن اللي هو المضمون الاجتماعي. معناها ماهوش احنا مؤسسه معناها تلوث في الربح تجني في الربح والا معناها تاخذ، لا هي اموال مشاركات نتاع المضمونين الاجتماعيين ونتاع العرف نتاعهم، احنا نحاولوا باش نستغلوها احسن استغلال باش تمشي في بقعتها وتمشي للحاجيات الصحيه للمواطن. شكرا لك يا ساحس يونس بالنجمة، تحية ليك على التدخل اليوم، شكرا وإلى اللقاء، وإن شاء الله إذا عندنا أسئلة أخرى أكيد باش نعاولوا ديما على رحابة صدرك. شكرا. مرحبا بك مجدد التحية.